تمسيوا منزكين، كيف حالكم وحال جيرانكم؟ وكيفكم مع سيدنا رمضان؟ رمضان مبارك كريم. كاين شي شهوات العبادات ولا والو؟ دعونا نعوج إلى تفاصيل هذه النشرة. وفي إطار دور بطولة ويرو شارج مواسيل توبلي، دخل المارد الأحمر في الأجواء الرمضانية بمدينة أكادير الجميلة، إذ سعر على الأخ الأصغر للحسنية أولمبيك تشيرا. هذا ليس لشيء إلا أنه يرتدي اللون الأخضر، وسيد الأنجية لا يحب هذا اللون، إذ أهداهم خنشا من الأهداف بملعب أدرار، حيث تم استقبال تشيرا بحفاوة بملعبنا، ونشكرهم على عناء السفر. وتناوب على تسجيل الأهداف الخمسة كل من نور الدين الصحيح، وليد كنرايا بقنبلة من ضرب عمر، ووسام المقدر وجاكي الشانا يتفكى بهدفين. وفي إطار نفس الدوري لكن السيناريست مختلف، دخل الأخضر البطريقي مقابلته بمساعدة الحكم نوفل المغفل كما العادة أمام اتحاد شعندك خاي، إذ عمل بمبدأ التوازن، وطرد لاعب الاتحاد لا لشيء فقط كي يكون التوازن بين الفريقين، وتفو على الجزائر بدون سبب. وغاب عن هذه المباراة دم النفاتي، إذ تم تعويضه بالحكم نوفل نشيط كمركز صانع أتعاب طنجة وصانع هدايا رجاء. يذكر أن آدم النفاتي يرتجي الرقم 77، وهي نفس الدقيقة التي سجل فيها إسماعيل 77 هدفا في الديربي في مرمى الميور غارديان على شأناس. وصرح لنا حكم اللقاء نشيط عن سبب البطاقة وقال: عندما سألته ما اسمك قال لي بلال الودغيري، أعطيته الحمراء مباشرة لأنني أصبحت أكره الشاب بلال لأنه يذكرني بحبيبتي السابقة عندما كنت نشيطا في الفيسبوك سنة 2013. ولا بد أن نهنئ أخينا وحبيبنا المتورخ صفحة زمامرة ساركازم مقاول داتي بعيد ميلاده، وننتظر منه أن يعرض علينا لضرب الجميلة في سوق الخميس وراء صلاة التراويح، وتفو على عبد المجيد رئيس الجزائر بدون سبب. إلى هنا سيدتي سادتي نضرب لكم موعدا آخر في نشرة أخرى بإذن الله، لا نريد أن نكثر عليكم باش ما تكهموا رمضان هذا. إلى اللقاء.